A trusted friend once told me to travel south in search of the sun. Only then will you unearth the magic of our world, she revealed. It's like the grass being greener, only it's the light. The light is lighter. For years I had no idea what this meant, until I discovered Sana'a. Yemen's ancient capital, Sana'a is amongst the world's best-kept secrets. Some people don't even know it exists. But for those who do, they instantly fall under its captivating spell. And I was no exception. Born in Rome and raised in London and Paris, I was used to the strange goings-on of great historical cities. But what fascinates me most about this city is not its unique architecture, nor its colourful people, but rather the untold secrets and mysteries that lie hidden behind stone walls. As a photographer, my goal is to capture striking images on film. But what differentiates a mediocre image from an outstanding one is the knowledge of the story behind it. And with this in mind, my journey of discovery begins. Federica! Sabah al-khair. Sabah al-nur, Amal. Oh, eggs again, so nothing new. ها؟ كلها ينبيت. أنا أبيع البيض، ما تشريتي لك في المتماس. Okay, I'll have one then. Wahid. Okay. Hey, Federico. Hi, Terry. You're not going to believe what I saw. What? مالح. Aywa. That woman again, the one I see most mornings, but there was something different about her today. What was it? فلفل. Aywa. She was wearing the white dress. The white dress. My white dress, the one I gave my fancy Bilqis the other day. How come? صحاوي. La. Didn't you see? I know who it is now. It's Bilqis, my fiancée. It's been her all along. بلقيس. مالها؟ أقول ليش ما تقوليش لحال؟ لا. صرتها بترقص في الشارع فجأة. الصدق تجنن وهي لابسة الفستان دي تدرى. ده الحين بس تريت مني تايك البنت. جننت. بلقيس بترقص في الشارع. أنا ما إيش أخرجك من عالمك الخيالي، بس ما أعتقدش إنه ممكن تشوف بلقيس بترقص قبل شروق الشمس خاطرك. قال لك بلقيس بترقص في الشارع. قردود جنان. What was all that about? Ignore her. She is mad. Come on. Yeah. يا ابو البنية حرام الظلمه بنتك البنت تشتي زواجك خافي من ربك انظر لها مثل ما تنظر إلى نفسك ما هيش حجر هي بشر مثلك ومن جنسك سريع على حلا عمري ما قد بصرتش تقومي بدري تشرفنا بحضوركم خلي لها حالها صباح الخير يا عروسة. ايش هذا صباح اليوم؟ زي كل يوم. هذا نفسه كل يوم ما فيش غيره؟ عجبش ما عجبش تقومي لاسش في الجدار، انا ماناش خدامة. كل خدامة عند من؟ عند امش. اصلش قليلة حياة. مش عاقلة. انتي مستعدة لعرسك اليوم؟ لو سمحتي لا تذكرينيش، باقي 3 حفلات قبل العرس، إننا ليش ما نكون اقتصاديين ونفعل العرس بحفلة واحدة؟ لا تصدقيها هي مرتاحة لأنهم بيهتموا بها. عجل ونقش اليوم وتنقشني. هيا بسريع. أكيد إن أنا متأكدة إن النقشة حيقع روعة. هيا منى نتأخر على الناس. أتمنى لو يلهمش النقش هذا. يا ريت. الله يلعن شاملة. معلش سرقة فسختني. تستاهلي. حيفعلوا الحفلة هاليوم ها؟ هذا ما سمعنا. وكيف ينسوا ما يعزموناش؟ ما عزموش ولا واحدة مننا. بيظننا نحن مش من مستواهم. عفوا اعتقد انه كان المفروض يكون اسمي في قائمة المدعوين بحكم ان زوجي هو مدير قسم شرطة الحارة او ماشي. صبحك الله بالخير. ها من نكات الشبايب. او تخيلها نحن عن نفتش وناكل في هذه البقعة ويسرون الناس كلهم. يمكن عجب كانت تشتري انت الحين وتاكلها بعده ولا انك ما تشوف قدام شهيد كان وترى العرس حقها بلقيس. يو نسيت انك كنا مش معزومة. كنت لي دارية من اول ان احنا ما احناش معزومة او ما. والله ان الحفلة عاد تكون ظلمي بدوننا. والله هذا صدق. اظن العروسة مش هي حق عرس. سمعت ان شافوها بترقص وتغني في الشارع اليوم قبل شروق الشمس. ما هو؟ قولي لنا ما سمعتي. الأحسن احنا ما نتكلمش في هذه المواضيع. أمانية يا حبيبتي قولي لي. هتشترين باي.
عال نشتري بيض. ادي 3. 9 6. قال لي طارق اليوم انه على ما يظن انه شاف بلقيس وهي ماشيه في الشارع قبل شروق الشمس. انه كيف عرف طارق ان هي بلقي؟ كانت لابسه الفستان الوداه انها بتخطر في الشارع لوحدها. اذا قال طارق هذا الكلام اكيد كلامه صدق. رجاء يكون الكلام هذا سر بيننا. ننهي. صباح ان شاء الله بالخير والعافيه. تروح الحفله اليوم؟ ما حد معزوم. صدق؟ معنى هذا اني ما عاد اعرفش حد من المعزومين. لا وانتي معزومه في الحفله. ايوه انا حنقش بلقيس. هدي قيمه البيض دي. هي 120 على 30. هيا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ينسوا مرة مدير الشرطة ويعزموا على منقشة. يا لو قلش على حاجة ما تصدقينش. ما هو؟ بلقيس كانت ماشية وحدها في الشارع مفتوح. بلقيس؟ ايوه قال لي هذا الكلام طارق اليوم الصباح. وكيف دري طارق انها هي؟ كانت لابسه الفستان اللي وداه لها. ما هو؟ كانت ماشيه وحدها في الشارع قبل شروق الشمس. يا بي ما بتقولي؟ ما هو؟ ما كانتش هذه البنت اللي شافها طارق بلقيس كنت انا. ما هو؟ ايوه بين اخرج وحدي احيانا الفجر لكن ما حد يشوفني. بس ما رقصتش وما تخليتش عن حيائي ابدا. هذا الكلام اللي سمعتيه مش صدق. ايناس والفستان. كنت راجعه على بيتي امس العشي ما كان بحد في الشارع. فجأة لقيت فستان. وين كنتي؟ كنت خارج بيت الشاي. وشليتيه؟ كان في الشارع. كيف عاد ادري انه حاط بلقيس؟ ولبستي وتمشيتي في الشارع. جننتي يا ايناس. ما حد بيشوفني الا طارق وهو في طريقه للجامع. حينها بين ادري انه لازم ارجع البيت قبل ما يمتلي الشارع بالناس. My assistant, Tariq, born and bred in Old Sana'a, has been a great source in helping me discover the treasures of the city, from little-known secret alleyways to grand historic palaces, and of course my favorite of all, hidden gardens known only to true locals. This is a perfect place to observe everyday life in the city, but what I really needed was an opportunity to go beyond mere observation. I needed to know what these people do, what they talk about, how they think. And I knew nothing about the women. All this intrigued me, and I was hungry for answers. Only once this was clear could I capture the perfect photograph. What do you think those women are talking about? Other people, that's all they ever do, gossip. It's the same all over the world. ما بيفعلوا هؤلاء. اظنهم بيصورونا. يا ساتر. ما ظل قلة حياة. قيام يا بنات. What? شوفي كيف بيتعب طول اليوم. الله يكون في عونه. ايوه مسكين. سبحان الله العظيم. شوفي على عيون زرق معاه. عيون زرق؟ ايناس انت ما بدك تشفري ديكو او ما بتحبي طارق؟ يا عويابه ايش فيه؟ قلت لحسيبه وصديقاتها ان بلقيس كانت بتمشي اليوم الفجر في الشارع. ما قلتي يا امل. وانا ما دراني انه انتي. على فكره قال طارق ان انتي حاليا قوي. امانه؟ اكيد لانه بيظن ان انا بلقيس. هو قال المراه الفستان اللي وداه حاليا قوي. ان اللي ما تقول لنا انتي. جننتي عيتزوج بلقيس هذا الخميس وانا ذا الحين عاد اصير انقشها. ما تنسيش ما يحب منقشه وهو بنت. هي قومي قد بدأوا يصوروه. هيا قومي ولا تشوفي تلبسي الفستان وهم بيصوروش. قومي هاي. ها باي. ها It's ridiculous.
How am I supposed to photograph women here? You're not supposed to, and you know that. But why? If they're all covered up, even their mothers won't recognize them. It's I. Women are not supposed to be photographed, or at least ask them. Okay then, let's go. I had been told to avoid looking at the veiled women and to pretend they don't exist. After all, the whole point of the veil is to divert unwanted attention. But for me, the more layers of fabric they wore, the more curious I grew. I knew there was more to them than meets the eye. ويني هذه الملقشة؟ قلت لها تجي من بدري. أكيد هذه هي بتكون. لا تقلقيش، بتكوني جميلة جدا الليلة. بنتي عروسة بنتي. أنا قاعدة أسير أبصر كيف بيجهزوا الحفلة، تمام؟ صباح الخير. صباح النور إيناس. إيناس لا تنسيش، أشتي يكون النكش ممتاز وأحسن نكش في صنعاء. ناهي. تمام. أخيرا جيتي. أنا لو ما أقولش تجي بدري يعني بدري. فهمتي؟ تمام. I'm going home for a few minutes. Okay, I'll be by those shops then. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن كارت سابافون والسجاير؟ ممكن. كذا. ها، أنت أمريكي؟ لا أمريكي. بريطاني؟ لا بريطاني، إيطاليانو. من إيطاليا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. عجبتك اليمن؟ أيوة كثير. هذه كاميرا؟ صورة؟ ممكن صورة. شكرا. هو أنت مش أنا مصدقة جالس بتشتغل وأنت داري إن المفروض تجهز العرس حقك؟ ما عاد باقيش معاك إلا 3 أيام. أيوة أنا داري، وأتمنى لو العرس الحين. قد تغيرت نغمة صوتك. ما أنا أقول لك مش متأكد. إلا متأكد، كل شيء تغير. أقول إيش بحج ما تقولش لأحد. أكيد. احلفي. والله. صرت بلقيس اليوم الصبح. ما هو؟ أين؟ كانت بترقص في الشارع. ترقص في الشارع؟ بلقيس؟ أكيد كنت بتتخيل. بلقيس بنت ناس محترمين ومعروفين وأنا أعرفها. كنت تفعل شيء مثل هذا أبدا. كان كفن ما بتسدر الفستان ذي تتلها. ما هو؟ بصرت أنا متأكد وكان بترقص بشعرها طويل أسود. بصرت شعرها؟ أيوة وكانت حالي قوي. الصدق تجنن. حبيبي طارق، أنت ابن فلان وحتتزوج ببنت ناس محترمين. لازم تبطل هذه التخيلات اللي ما لها معنى. أكيد كانت وحدة ثانية وتقدر تصور لك من هي بلقيس. والله إنه صدق، وتقدري تسأليها. أنا عاد أسألها. Verb to buy. Okay, who knows the verb to buy? Good. Buy, to buy something. I buy, you buy, he, she buys, we buy, and they buy. Sit down. Alan, give an example. I buy a red apple every morning. Good. Have a seat. Are you listening to this in the back? Are you listening at the back? أنت اعتقعد سكرتيرتي، وأنت اعتقعد مساعدتها، وأنت اعتقعد محاسبة. Who can put the verb to buy in a sentence? You, Muna. Put the verb to buy in a sentence. أوكي، خليني أسأل سكرتيرتي الخاصة. In the real world, you may not have any secretaries. Now put the verb to buy in a sentence. Make a sentence using the verb to buy. Make a sentence using to buy. Hold out your hand. Hold out your hand. لا تضربني عتب. I'm going to speak to your father myself. Now hold out your hand. أنت مشاهدين. I said hold out your hand. أنا أتحدى لو كنت تضربني عتندم طول عمرك.
جني! ها هذا صاحبك. أيوة. My friend. هذا مجنون. لا مجنون لا. أظن أنه هو أكثر جني. لا جيني لا. لا، الجن موجود هذا لا في كل بقعة، وهذا ما هو أبسل صورة جني ولا فما هو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق. No genie. Jinn not real. لا، الجن موجودين وقد ذكرهم الله في القرآن من قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. كله ولا من الرجال الذي يده كبيرة. أيوة، بيقول على إنه جاء الجن العشي وكانت يده مثل هذا. لا بل يده كبيرة. That's a very funny story, but نكتة. ها؟ نكتة. يلا نكتة. ماشي نكتة، هذه قصة حقيقية. جاء لها الجن العشي وكانت رجله مثل كفيه، مشي مثل رجل البقر ولا رجل الجمال. Goat. ماز. أيوة ماز، حياك الله. لكن الجسم اسم إنسان، وبعدين في راس القلوب. هذا مشو جني. هذا عفريت. جني ولا عفريت، كل واحد أشد من الثاني. انتبه، هذا الأيام الجن موجودين وبعدين بهية بشر، لكن كنت أكد من رجلهم. إذا كان رجلهم أرجل معز فأكيد إنهم جن. Okay. So, if you see me with a big hand, then you know I've met the jinn. تمام؟ تمام. مع السلامة. مع السلامة. ترى جني. والله لو يفسرها الجني لا يفتجع منه ويهرب من المسافة. أنا أتحداك لو كنت تضربني أتندم طول عمرك. للما ما تبطل عملك هذا؟ الحين عقع لك وظيفة سواء. عرسك يوم الخميس وبعدها حيكون لك أسرة شي تصرف عليها. لازم تقع رجال قادر قدو وقت. لين واحد مشوا عم سواء اشتقى مصور وفضل قال ان انا موهوب. على يحفظك الله، انت ابن ناس وهذا العمل ما يناسبكش. ولا تلحقش ورا كلام صاحبك هذا. صاحبك ما يخافش على مصلحتك اكثر مني. بطل خبالة. طارق بس مخطئ، مع السلامة. قلي الحياة. ما شاء الله النقش حالي قوي، والله انه روعه. شو حالي قوي؟ يعني اللي حالي ماما منى ما به لما جيتي بحينه من المدرسه ضربني بالمسطره. الضرب ضد القانون. من ضرب ايش؟ الاستاذ رابي الجديد. استاذ رابي؟ ايوه الهندي. الهندي؟ لما ضربش؟ فعلتي شيء غلط؟ ما فعلت شيء، قال لي افعلي جمله فيها الفعل توباي وانا قلت له افعلي جمله فيها الفعل توباي. هذه جمله او ماشي؟ الا هذه هي. خلاص لا تقلقي يا بنتي، والله ما يزيد يضربش مره ثانيه. كيف يموت يدعى على بنتي؟ اصير اتصل بهم ذا الحين انا. اكيد بتكذبي. واحدة أنا تجي بسرش. من هي؟ هذا اخت طارق. ايوه خليها تدخل بسرعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا شغاله حقكم. هي هكذا. كيف حال العريسان؟ الحمد لله. كيف انتي؟ الحمد لله. وجيتي لهنا تقولي لي انش ما عجيش العرس. ما جيت لهنا على ميد اسالش، لان طارق قال لي بحاجه ايش اتاكد منش انت بالذات. ما به؟ بيقول له بسريش الصبح بدري خارج البيت. اين؟ ما خرجت اليوم. بس بيقول له بسريش في الشارع. بالقيس في الشارع بالصبح، هي ما تقوم الا بعد الظهر. هذا مشوا على شامنا. كان مش انت الذي كنتي في الشارع الصبح بدري؟ طبعا لا، كيف اخرج في الشارع الصبح بدري؟ كان من هي الذي كانت في الشارع بفستان للداري شو طارق؟
لابسة فستان في الشارع. ايش هذا الكلام؟ بس هو قال انه بسرش. غادة، كيف تفكري اني افعل مثل هذا الشيء؟ على العموم حبيت اتاكد قبل ما تقعي مرات اخي، لان المرة اللي بتروي في الشارع ما تصلحش لخي. صدقيني ان البنت اللي شافها طارق ما هي شنا، هو متاكد انه نفس الفستان. ايوه قد خيطوه خصوصا، ليش ما بيش مثله. مديحة، يا مديحة، بسرعة اطلعي جيب الفستان اللي جابه طارق. الو. الو حسيبه. ايوه حسيبه معش. هذه نور، الظاهر انها حتى عزمينا للعرس. حصلت مصيبه. يا اختك ماذا؟ الاستاذ اللي بيدرس منى ضربها. يو، ما فعلت هذه المره؟ ما فعلت شيء. وانت داريه انه ضرب الطلبه ضد القانون. ايوه صح. هو انا قلت احسن اقول ليش وانت تقولي لزوجك مدير الشرطه هذا الموضوع. ايوه عاد اقول له. باسم الاستاذ اسمه راضي وهو هندي. لا تقلقيش، انا عاد اقول لزوجي هذا الحين. اسلمي، انا داريه انك انت اللي عاد اقدر اركن عليها. مع السلامه. قلتي لي انا معزومه ايام في العرس، بس يا اختي ما تعتقديش ان العزومه جت متاخر شويه، لكن شكرا على العزومه. بس انا معي عمل، لكن عاد احاول اجي. اسلمي، عاد احاول. هيا مع السلامه. عزمت على ايش؟ ايوه قد قلت ليش انهم ارسلوا العزومه، ما وصلتش. المهندي دايما محظوظه. الفستان مش موجود. ما قلتي مش موجود في الدولاب؟ انا دورت ما لقيتوش، انا مفعل لكم. منى سيري تاكدي انت بنفسك. هذا الشيء يخلي الواحد يجنن. انا يصير هذا الفستان؟ يمكن في حد سرقه مناش. يمكن به ناس خيرت بيصيروا ويجوا يعاونونا بالعرس، لكن من يفعل هذه الفعله؟ هذا الشيء يخلي الواحد يجنن. يا منى ما لقيته. ما بتدوروا؟ ما سرقوا الفستان الذي اداني هو طارق. فدريكا كيف حالك؟ الحمد لله. ها تفضل. لا شكرا. ايش هذا؟ هذا نقش. نقش؟ لايك هنا؟ نو حنا نو نقش. النقش يجي اسود، اما الحناء فهي حمراء او بني. Hey Tariq, do you know what is that? It's نقش. It's beautiful. I want to take a photo of it. ممكن صورة؟ نو مش ممكن. نو. Oh please, come on. بليز لعنوي بليز. Please. Can you tell her if she knows someone who'll let me take a photo of the Naqsh? تعرف في أحد يقدر يصوره ونقش فيه التاء؟ هذا أمر مستحيل يا طارق، وأنت عارف فهمه. No, it's impossible. Why? You can't photograph women's bare skin. Can you have it done, and I will take a photo of you? Me? Yeah. You must be kidding. Men don't do نقش. Besides, lasts for weeks. And my wedding is in a few days. Remember? Okay. Well,
then I will have it done, and you will photograph me. You? Yes. يشتي ينتقش. ما هو رجال انت قايش. Yeah, why not? عيب يا فريديكو عيب. I want to, really. Tell her. منقشاه. الصدق فيك وبأهلي منقشة ما بيش بعدها، لكن مدري في عصر ضاء ومع، واعتقد انها فاضية بعد العصر. This afternoon? Yeah, perfect. We do 3 o'clock in my hotel, okay? Are you sure? Yes, I am. الساعة 3 في الفندق. ان شاء الله يا فريديكو. Okay, thanks. اوكي. يا حسيبة. ايوه. جاوبي. انا. شفتوا يعزموا علي شخصيا خاطر كان. اهلا حسيبه، كيف انت؟ الحمد لله. انا شغليش اليوم ما نفعل، لكن ده امر مهم، اشتي اقول. شو يا اختي؟ كتكلمت زوجي بحكايه الاستاء. هذه مشكله ثانيه، به واحد سرق الفستان الجديد حق بلقيس. ما هو يا اختي؟ واحد من الفساتين التي اتهم خطيب بلقيس لها. يا اشتيش تقولي لزوجك هذا الموضوع، في نفس الوقت اشتيش انت تتابعي هذا الموضوع، انت دايما داريه بكل صغيره وكبيره. انا تسلمي يا اختي على هذا التقسلمي. خلاص قوه، اديني خبر لا تريدي باي شيء. ولا عليش، اركني علي. في امان الله. ايناس ايش اقول لك على حاجه مهمه قوي. وانا كمان. ماش عمل اليوم تناقشين المصور الايطالي. ما هو؟ ما عاد بشعاق رجال. ما هو العيب في هذا؟ الرجال ما ينتقش. سألت بالله كيف نقولنا ايوه. فين ننقشه؟ انت بعد سيرش تنقشي لوحدش. شو اللي يا اخوش الصغير محرم معش؟ والعلمش طارق حيكون موجود وانت في قرارة نفسك سيري وبس. اسكتي من الخبالة. حتى لو اشتي اروح ما يصلحش اروح. فين المشاكل اللي انا فيها؟ ايش المشاكل؟ سرق فستان بلقيس، الظاهر انه السارق رجمه. المهم انا لقيته، ذا الحين هيقولوا ان انا ما عاد افعل. الاحسن انك ترجعيه وتقولي لهم الصدق. تكونيش غبية لهذا الحد. بعد اللي قلت لهم عادوا ان انا اللي كانت بمشي في الشارع. ابسط يا شعماء. وطارق كمان عايدره، والله انها مشكله. اين الفستان؟ في البيت مخبئ. تمام، خلينا نفكر مع نفعل في هذه المشكله. الحين انت سيري نقشي هذا المصور الايطالي وخليها طبيعيه ولا كانه في شيء. الساعه 3 في الفندق وبعدها نلتقي. هي وين الباقي؟ كلهم خارج، ما في حد في البيت الا انا وانت. على فكره صرت لعند بلقيس. صوت؟ ايوه. ايامه سالتي على اللي كانت في الشارع؟ لا جنان الصدق. ايوه. لما طلعت تحاكيني؟ طارق ما كانت شيء. غلقت ما زلتي ولا بديتي؟ سرقوا الفستان حقها وما حد داري من سرقه. سرقوه؟ ايوه. يعني ما كانت شيء؟ ما شيء. تقول هكذا النور ما تدخل في مشاكل، انت داير لو يدروا الناس. تخيل ما يفعل ابوها لو يدري. اكيد ما عندك الا على اسمها هذا. ماشي يا طارق ما احتكتش، شكلها كان بيدي الصدق. كرمي ذيك البنت. ما دراني ولا شي درا. ليش بتشغل نفسك بهذا الموضوع؟ حتتزوج ببلقيس يوم الخميس والحفلات كانت حتبدا من اليوم. انسى هذا الموضوع. خلاص شبعت. خايف على رشاقتك على ميد العرس. أي حين عرفتين إن الفستان مش موجود؟ اليوم الصباح. أي حين تعتقدين ضاع؟ مدري؟ أنتش عارفة أي حين ضاع؟ يا فندم بنتي قد تتزوج، واول حفله للعرس حتكون اليوم، وعاد باقي على الاقل 3 حفلات ثانيه، والناس بتصير وبتجي يوميا. المهم دوشه. احنا عارفين يا حجة، بس أنتوا بتشكوا في حد؟ لو كنا بنشك في حد ما قلنا لكم تجوا؟ طيب ممكن تقولي لنا كيف ولا الفستان هذا؟ ليش تتكلم؟ المفروض الكلام هذا على لساني، أنا المفروض أتكلم. آسف يا فندم. ما هو سؤال ما هو؟ ايش لون الفستان؟ أنا عارف طبعا. أيوه يا أختي، إيش كان لون الفستان؟ لونه ابيض وفيه فضه. أبيض
وفيه فضة بس. ايوه فضة على الصدر، ما اذكر مرة واحدة بس. ما قلتي لهم من الأستاذ؟ قد ما خبر من هذاك الموضوع. اي طبعا الموضوع احنا عارفين به وعارفين موضوع الاستاذ كامل، ما تقلقوش. بنتي انا اسالك سؤال، الاستاذ ضربش قوي؟ أيوة حتى شوفي أفهم. اوه انا اشك في هذا الموضوع. لكن ما تقلقوش يعني الاستاذ موضوع لما نلقى نتفاهم معه. احنا عارفين انتم مشغولين ومعاكم عرس ومشغولين قوي قوي. مبروك يا بنتي. حسيبه. وانا على دور عليه لو ما لقاه. كل شيء بيكون تمام. كنت بين اظن ان اليوم حيكون احسن يوم في حياتي. يا ساتر، ما بيسوي هذا الرجال. اي نو، اذا كوها بسري اظن انه لعبوا بعقل هالجن. يا قلب احب اللي حبك وادوب في محبتك وادوب في اللي مدوبك يا قلبي احب اللي حبك. السلام عليكم، أنا طارق. هذه رسالة بلقيس الشيء تمكني إياها بس بدون ما يدري أحد. لو سمحتي هذه رسالة مهمة قوي. سلام طارق. طارق؟ عزيزتي بلقيس، أنا فاهم ليش كذبتيني وأنا خارج الصبح. ما يهمنيش ما بيقولون الناس، خلي هذا السر بيننا. طارق. رافي الفطرة. رافي لو سمحت. اوكي. ده لو سمحت يا رافي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش فيه؟ أنت رافي؟ لا رافي، فريدريكو. فريدريكو. طيب فين رافي؟ رافي عندك موجود هنا داخل؟ هي رافي؟ لا he's not here. أنت شفت رافي اليوم تودي؟ أيوة this morning صباح. شفته صباح؟ فين؟ في أي مكان شفته يعني؟ فين؟ كيف تخاف أنه هو واحد ثاني؟ طيب خلاص أقول لك، لو شفت رافي، لو جاء رافي عندك رهانة تقول له إن الشرطي يشتوا يتكلموا معه. نشتين أنت بتفهم الكلام؟ والله ما لك علم. أقول لك ادخل الحمام أحسن، ادخل الحمام. والله ما
I couldn't even begin to think what Ravi must have done to warrant the police coming round to our flat. After all, he was one of the most harmless people I'd ever met, despite his tendency to exaggerate. But he was definitely not one to break the law, unless of course he broke a rule in the unwritten book of do's and don'ts. In other words, did something Abe. This was something far more obscure. So obscure that I too rarely noticed breaking these rules myself. And I was about to do so again. Salam alaikum. السلام عليكم. أنت مناقشة؟ أيوة. اتفضلوا. I just want a nudge on my back. يشتري نقش في ظهره. تمام. تمام. Just take some shots from start to finish, okay? Okay, don't worry. Little did I know that for both Tariq and our Monagasha to be in the same room was unheard of. Any woman must have a chaperone, by way of a father, an uncle, or even a brother, when in the company of unknown men. Despite their attempts to make everything appear normal, there was an air of discomfort smothering the room. لا، ما اتفقناش على تصوير. بس احنا هنا على هذا الأساس. لا، أنا هنا على سبنقش مش هتصور. What's wrong? She doesn't want to be photographed. Okay, okay. Take her out of the shot then. No problem. إن أمانة ما بتتعبيش. كودش بتتحمليها ولا البيض طول اليوم. وانتي أمانة ما بتتعبي تجسة في البستان، تتكلمي في الناس. بغير سماجة. قولي لي، ما انتش دارية بشي من الفستان حق بلقيس ضيضة؟ لا لا ولا شي. الظاهر انهم سرقوه. سرقوه؟ مش هم دارين ما الذي سرقاه؟ لو احنا داريين ما سألناش. يا اختي بلقيس هي غنية ومعها فساتين خيرات، ما هو شيء عند هذا الفستان. هذه مشكلة كبيرة. بعض الناس بيقولوا ان طارق بيحب البنت الذي بسرها اليوم الصبح. بيحبها؟ وبيقولوا ان ما يشتي يتزوج الا بها، وبلقيس عاد تجنن. اظن ان الفستان عندها. يمكن ما تشيش احد يدري ان هي بتخرج الشارع الصبح وهي لابسه له. ان عاد تخرج الشارع ترقص بشعرها بغير سماجه. لا قد سمعت شيء. انا عاد اقول لك يا خواتي لا هي خاطر كان. للما هي مستعجله هكذا؟ مستعجله تفقس البيض. وشو هذا الفستان ايوه هو هذا، انا متاكد انه هذا. من جالس في هذا البيت؟ حقنا المنقشه. ايناس قيم يا بنات. They say it wasn't Bilqis. What are you talking about? Who wasn't Bilqis? The girl wearing the dress this morning. Someone stole it. It wasn't her. So, what does that mean? And how could you have made that mistake? I don't know. Are you sure? Don't you know what your fiancé looks like? اقربي شوي لها هنا. Well, I was given a photo, but it wasn't very good. And we did know each other when we were children. But they say she is very beautiful now. Then you're a very lucky man, even though you don't know what she looks like. Yes, I am. خلاص رجعي. Said she's the most beautiful woman in Sana'a. أما ما هو؟ بلقيس حلقوي. هذه مسألة أذواق، وأنت ما تحب. في جمال خارجي وفي جمال داخلي.
ما بدك تصدق بهذا الحكاية؟ ولا شيء. تعرفي بلقيس؟ ايوه طبعا، انا نقشتها اليوم الصبح. سمعتي شيء من فستان ابيض؟ ماني دارية ولا شيء من الفساتين. حجة ما بتسوي؟ ايش في يا بنتي؟ حجة بدنا نعاون اينا. بتعاونيها؟ ايوه. انا وانت دارية ما بتفعلي. ليش في شيء؟ تعتقد ان حد سرق الصادق؟ ليش ما يكونوا لقيوه مثلا؟ بس كيف علقوه؟ ممكن انه واحد لقيه في الشارع وظن انه حد رجمه. والما فعلوا هكذا، هذا فستان غالي قوي قوي. ايوه باين عليه غالي. قد بسرتيه؟ شفته قبل فترة عند بلقيس. وعجبها؟ مدري، قصدي نسيت. خلاص تشتي تصور؟ متى الحفلة ليلى؟ ان شاء الله. عفوا انا اسمي طارق. انا دارية. وانتي مع شو اسم؟ اسمي ايناس، هذا اخي ياسين. اهلا يا ياسين. هو عاش من 4 سنين من حين مات ابي وامي. مش هو مريض لكن ما يشتيش اكثر من هذه الساعة. مسكين. أمان سامحيني. انت اللي قالوا انها بتمشي في الشارع ترقص. ما هو؟ كيف ارقص في الشارع؟ اها اعترفت انها هي كانت لابسه هذا الفستان. هذا الفستان عليه بلاغات كثيره انه مسروق. انتي؟ انا ما سرقت شيء، انا بس لقيته مرجوم. مرجوم؟ يلا اتحركي معنا، تحركي نحقق معش علشان هذا الفستان، ونحقق معش ايضا علشان وجودك في هذا المكان محالش. يلا يلا هيا خرجي. خرجي. هيا. تعالي سرقت فستان. ايش يا طارق؟ ما هو؟ قسما بالله. اختار خلينا نضوي البيت. مش انا فاهم، قلنا انها بلقيس. ماشي هي. الحين ملكيش السرقة. بس هي قالت انها ما سرقتش. السرقة يكذبوا، خلينا ننسى هذا الموضوع كله. هيا اختي نضوي. Federico, it's me. Hey, Ravi! Shh, not so loud, not so loud. What's going on? I'm in very big trouble. Okay, wait, I'm coming down. What's the matter? The police came looking for you. I hit a young girl at school today. You did what? Yes, and she's a daughter of Big Sheikh, and she told me I would live to regret it, and I am already. I'm in big trouble, Federico. Oh man, how can I help you? I just noticed a huge crowd with police, and they look like they're on a mission, and I feel that I may be that mission here. I have to go now. Wait, where are you going? I don't know. Can you pack few of my things? And I need my passport and plane ticket. Are you leaving the country? Come on, Ravi, can it be that bad? Believe me, it is, my friend. Meet me around midnight when it's quieter. Where? At Saila, the garden by the first bridge. Okay. They're coming closer after me. Wait! Ravi! Ravi! عفوا على الازعاج للمره الثانيه. احنا عارفين ان انتن مشغولات قويه. سمعت انكم لقيتوا الذي سرق الفستان. ايوه لقيناها طبعا، بس هي بتحلف يمين وبتقول انها ما سرقتش. من هي؟ مساعد. يا جدا. هات اللي معك. على طول. تعالي ادخلي.
هذه من هي هذه؟ ادخلي يلا تعالي. هذا المنقش يا ايناس. انت اللي سرقتي فستاني؟ ما سرقتش فستانش، انا بس لقيته. لقيتي؟ ايوه لقيته مرجوم في الشارع. سيروا على كذابه، انا كنت بين اشك فيش من الاول. ما عاد تفعلوا بها. ناخذها معانا ونحقق معاها وبعدين نقرر ما نفعل بها. شكرا يا فندم، فعلا كنتم متعاونين معنا. هي يلا تحركوا. مديحة رجاء ما تتدخليش. لأن إيناس تقول الصدق. اسكتي. لحظة خلوها تتكلم، خلوها تقول أي شيء. بتقولين أنت عارفة باللي حصل؟ أيوة، لأن أنا كنت موجودة، طفت الكهرباء، وصلت الهدية اللي بالقسم من خطيبها. يوه هذا من خطيبش. نحي معلش بالصيحي. وأنا ما دخلني بزلش خطيبي ولا خطيبش. اوف. اي الله. ما هو هذا؟ بس عم تخيله هني عدل بس هذا. ماله بسري على حلافي. سري كيف صحك عم طلبي؟ لا ترجمي، شو هدية؟ ما يصبرش ترجمي. وانتي ما دخلش حقي ولا حقش؟ مش عاقلة. هذا الكلام صحيح؟ طبعا لا، كذابة. لا مديحة تقول الصدق. بلقيس خس فستان شفته في حياتي. شوفوا المنقشة بس يعجبها، ذوقها مش مثل ذوقي. عفوا على ازعاجكم يا فندم، الواضح ان المسألة كلها كانت سوء فهم. ما هو؟ سوء فهم؟ معنى هذا ان المرأة هذا تقدر تروح لها. ايوه اكيد. ايوه اكيد، هكذا بكل بساطة. لا مش معقول الكلام هذا. رجاء كونوا تأكدوا قبل ما تجوا السلطات. هيا. لا يا فندم. خلاص نروح، انا ما عاد باقي. ها يلا. هاي. هو ما حد يصدق النسوان الا احنا. اعوذ بالله والعينات. يلا هاي. تسلمي، الله يسلمك. ايناس خلي لي الفستان. يعلم الله ما ربيت من بنات. قدوا عصر، يلا اكتبين تجهزين، عيجوا المعازم ذا الحين. أنا معزومة؟ أيوة عيجوا المعازم ذا الحين. أحسن إنش تسيري تلبسيه ما شاء تأخري. وأنا بين أقولها كذا من الصبح. يلا بسرعة. ها خليليش. عاد أسير لبيت العرس بعد شوية ماشي شيء. صدقني انت خاطري سوا. بلقيس أجمل ب1000 مرة وعاد سعيدك قوي. مو إنس مع شيء. هي منقشة وبيقولوا إنه ما بيش لها أهل. ما دخلنا في هذا الموضوع. ما قصدك تشتي تقنعني إنك بتحب وحدة ما بيش لها أصل بدلا من بنت الناس والأصول؟ ما دخلنا في هذا. ايش تحس بالسعادة؟ ايش تحس إني بين أحب له مرة واحدة في حياتي؟ أتعرف معنى الحب مع بلقيس مع الوقت. ولو ما أوقعش على ما بتقولي. أرجع بإذن الله، قدرك فيها خالقك. ولا قدر الله مع ثانية. ما تقصد منقشة؟ أولا هي رقاصة. لا يهمني ايش الرقص، يهمني قوة شخصية الطالب. في الرقص في الشارع؟ مش عندي دائما مع هذا الرقص. أنا إنها مجنونة ما عادش بعقلها. ما فهمتيش، يبي تمتع بالحياة. والقرآن ذكر دنيا وآخرة، وهنا ما بنتحق إلا من الآخرة. لو بس تفسريها من وجهة نظري أنا، بين أحس إني بنحبها صدق. طارق، بلقيس ملكة الجمال والاسم يدل على المسمى. بلقيس حتسعدك قوي ودحين بطل الخبالة وافرح قد حتتزوج. صدقني بلقيس حتسعدك قوي وانا متأكدة وحترجع تقول عاش الله. أنا بسر. ناهي. أنا بسر.
احنا ليش ما يرسموا علينا؟ كفاية. قوي يا ايناس، لا تعذبش نفسك يا اختي. كنا عارفين من البداية ان النهاية عتوقع ألم وبكاء. ليش انت بالبكاء؟ ما ذنبي انا؟ ما فعلت يا ربي لو ما تعذب هكذا. استغفر الله، اكيد في حل. كان ما هو الحل؟ انت حر، ما فايدة الحياة. استغفري الله، شوفي نفسك حالي ومثل القمر وطحطوحة. ايوه وبعدها فقيرة ويتيمة، حتى الكلاب بعد عيشتها احسن مني. عاد بيلقوا رحمة من الناس. انا اسكتي من كلامش هذا. حبيته يا أمل، حبيته من كل قلبي. للما السعادة لبلقيس وأنا ماشي، للما إرادة الله، القدر ما نقدرش نغيره. لكن حبيته. خلاص يا إيناس، خلاص انتهى الأمر. هذا لازم تقبليه وتمشي. ما هو تشتي كلهم يضحكوا علي، كيف عبصروا الناس لوجهي مرة ثانية؟ خلاص لا تخليهمش يبصروا وشش، تحجبي. مانيش دارية ما فعل، قد أنا ضايعة، قلبي مجروح، مقدرش أعيش بدونه، ما اشتيش الحياة بدونه. قادر الله يديلش واحد أحسن منه، الله كريم. أكيد في أمل في النهاية، الصبر. ولي حين طول عمري والناس بيصبروني، ما عاد أقدرش أصبر، الموت أحسن لي. لا تقوليش هذا الكلام يا أختي، هتحتل وعيسلش الله كل خير. هذا امتحان من الله. الصبر يا إيناس، الصبر. What's wrong with you? You look awful. Awful? Thanks. So what happened? You just disappeared? The police came to your hotel. Yeah, they were looking for Ravi. No, they weren't. They were looking for Inez. Inez? The one who did your naksh. Why? She stole the dress. She stole it? It was her I saw this morning wearing it. Oh, man. And what's going through your head? My wedding is in a few days. I don't know what to do. What are your options? To marry my fiancée Bilgis, or what? I don't know. Maybe I have no options. Everybody has options, Tariq. We just have to find them. But maybe I was mistaken. Maybe in some circumstances there are no options. Bilqis was playing the part of the perfect bride, wearing the right clothes and having the right party. But what she was unsure of was whether or not she had the right groom, and indeed, whether or not Tariq had the right bride. Road.
Tariq remained distant all afternoon, as though he was consumed in inner dialogue. Despite offering to listen, we both knew I was in no position to offer sound advice. I couldn't even pretend to understand what he was going through. But what was clear was his look of sheer desperation. He was lost and in need of help. Do you want the tripod? Yes, please. Put the tripod on. You have to go back a little bit. Everybody move back. Go on. Back a bit. The little one here. Okay? Surah, Surah. Surah? Surah. خلاص ريحت نفسك. كيف عدلتها؟ قلت لك ما بش مع احساس ولا مشاعر. هي خدعتني، كل سرقت الفستان. اولا هي ما سرقتش الفستان، والذي حصل انه بلقيس رجمتها للشارع. هذا الكلام الذي قالته لمدير القسم. قالت انه ما يناسبهاش وما يليقش في مقامها وانه حق بدو. بلقيس قالت هكذا؟ ايوه قالت هذا الكلام. اما حين بتقول ان ايناس خدعتك، هذا مش هو صدق. ايناس ما تجرح مشاعر الانسان الذي حبته. استحي على نفسك. ما قلتي؟ قلت استحي على نفسك. قبل هذا قلت لي بتحبه. ايوه ايناس بتحبك يا طارق من اول يوم شافتك فيه. ولما تقول لي؟ للما ما تقول له انت ابن فلان، وهي مسكينه منقشه، ويمكن كان خرجتها الصباح عشان تلفت انتباهك. كانت شي ننتبه لها من اول. ما ادري للما، لكن انا متاكده انك كانت شي تخليك تبصرها. اما انا مش بصر صورتك. راعي راعي، وانا بين احبها. باقي غير 3 أيام للعرس، قولي لي مفعل. قع رجالي ودبر نفسك وبطلوا لعب العيال انتوا وهي. معاكم عقول وقلوب، حرام عليكم حرام. مدى الحين خليلي رحلي اسالك بالله. Okay, heads together. Hey, everything all right? She just told me Inez is in love with me. So, what are you going to do? I don't know. But I know one thing. I love her. Answer seemed obvious, but I was beginning to understand that what may appear so simple in the West was in fact something far more complex here. At first it was easy for me to ridicule anyone talking of love when the person they're supposed to be in love with is no more than a stranger to them. Like Tariq's engagement to someone suggested to him by his mother or sister, and yet he was eager to trust them and oblige. But now Tariq had fallen in love for himself, and from my own experiences in this most reluctant of romantic cities, I too began to understand that falling in love could be instant. And despite the blackest and thickest of veils, the mere glimpse of the eyes behind was enough to captivate any man. A defiant burst of courage, Tariq decided to cross the boundaries of Aib and follow his own heart. يا ساتر. الناس تحس تحاكيش. حاكتني أمل قبل شوي وقالت لي كل شيء، وقالت إنك بتحبيني. هو صادق. إيناس أنا بنحبش، لكن أنا مرتبط ببلقيس. مش أنا داري كيف أهرب من هذا المشكلة، مش أنا داري مفعل. كلم مجيد. مش أنا داري، يشتكم بس جنبش. ما بش فايدة من هذا الكلام. تعذب نفسك وتعذبني معاك. رجع نخلي لي حالي. صدق إنه عذاب، لكن أنا حبيتش من أول ما بساتش. حبيت كل شيء فيش. بس يكفي. لما بتقول لي هكذا؟ لأني مضطر، تعبت خباء. إيش تدري أنتي بتحبيني مثل ما بنحبش؟
إذا انتهي لي فرصة سأدش. جاي معي. جننت. ما فيها من جنان. بنحبش انتي بتحبيني. ونشتي نعيش مع ما حدا يقدر يمنعنا. وأنا عنصير. أرض الله واسعة. ولي حين عنتعب عيلقونا. ما علقوناش. أزعل شوي بعدين عنساو. بلقيس. مش أنا داري. أكيد عاد ألقى غيري. قدري قدرش واحد وهي لها قدرها. أخي ياسين وجدتي. الناس مع الليلة. أنا داني شيء داشي معي. خلينا نعيش حياتنا. ايوه بس أنا منقشة. ما فيها. على الأقل أنتي تعتبري شيء وأنا دحين ما أعتبر ولا حاجة بدونش. اختي معي ما قلتي. خلاص. تمام. ها؟ تمام. دحين بس على ساعة. أقدر أعيش فوق الجسر الرابعة دي في السايلة. الساعة 12. الليلة. الساعة 12. للحين رحلك رجاء. ما هو عليكم السلام. قولي لها ما بصرتي. هو ابصر طارق عند باب بيت ايناس. ودخل عندها لوحده. دخل عندها؟ ايوه. ما بصرتش دخل. بس اصلا هو بيحبها. يا ويلي اعتذرها. يلا. سمعتي يا خبر؟ يقولوا ان طارق يحب واحدة ثانية وماشي يتزوج بلقيس.
There was no sign of Tariq despite our arrangement to meet, so I sat back and soaked in the unfamiliar sounds of the party next door. I began to wonder what was going on inside and how his poor fiancée was feeling, when suddenly, there she was. مش انا مصدقه مش انا مصدقه. صدقي بس هو بيحبني وانا بين احبه، ونعيش سوا لو ما نموت. ما تخافيش معلش الناس. ما يهمنيش الناس. خذي هذه ليش. اهم شيء عندي هو مستقبلنا انا وطارق. وكيف هتعيشوا؟ ما دام احنا سوا تصفي كل شيء، حتى لو نجلس في الشارع. كيف انا؟ عروسه. عاد افتقدش. وانا كمان. انت طيبه وتستاهلي كل خير. الله يكون في عونش ويساعدش. والله يلعنك يا طارق. لا تنكرش، انا سبسلوك وانت داخل بيتها، ما بتستحيش. ما دخلش، بعد نحرف على المشهد. مشوا على ايش؟ مشوا عليا؟ اخي صارت مقحه وبتقول مشوا عليا؟ اولا تقول مشوا على خطيبتك والكل، ودحين عايشه معذبه. يو الانانيه اللي فيك. انا اناني؟ انا؟ انتم كلكم مختلفين من الزوج، دحين تقولون انه انا اناني. ما عادش غضبك تتزوج يا طارق. انت قلت لك على مرة ولقينا لك اجمل واحسن واذكى بنت في صنعاء وانت وافقت عليها. انت ما بش لك كلمه سمعت بين الخلق. طز، ما بنحش بالقص حكش. عتحبها وعتكبر مع حبها مثل الناس كلهم. انت داري انك بتجرحها وما بش لها ذنب. هذا الشيء يضحي بسعادتي المستقبلي على ان تحافظ على مشاعرها. هو اللي صالحك يا حمار. انت اعمى او مالك. اين المنقشه؟ المنقشه من بنت الناس والاصول. اين الثرى من الثريا؟ ما رايك ما عارف على ابي لو يدرى. طز طز، استحي على نفسك يا وسخ. انت يا الوسخه، ما زودتي على واحده الطرش وتفتخري بهذا الادب وانت العن واحده. انا تخيلي ان انت ما تو في راسها، انت متكبره. صح اي ناس منقش، لكن هي ادم مثلي مثلش وما خلقتش مثلنا. لا تقوليش ما العب عليش انت وعلى انانيتش. عمرك ما حتحس بالسعاده معها ابدا. حتدمر حياتك وتعيش طول عمرك معذب. عمرك ما حتحس بالسعاده. حتبدع باهلك وكل من يحبك. حتندم يا طارق. Tariq's absence all evening could only mean one thing. He was in serious trouble. I wasn't quite sure to what extent, but I sensed a life-changing event was about to happen. Hesitation in going through with the wedding to Bilqis was obvious. But when people get married here, it isn't simply between the bride and the groom, but between the families. It's such carefully thought-out unions that enable families to grow in respectability and reputation. Al-Sima is the word they use, meaning that which is heard. After all, people talk. Neighbors talk, friends talk, and this is, no doubt, what people will talk about tomorrow in the garden square. In a feeble attempt to protect the Sima of another friend, I packed Ravi's belongings as requested.
إيناس 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 The streets were unusually quiet and empty, and even the moon and stars seemed to be in hiding. I found it hard to believe that hundreds of people were behind these thick stone walls. The silence was deafening. Occasionally I would cross paths with someone and act normally. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن صورة؟ أيوة ممكن. But beneath my calm exterior, my heart was beating frantically. تمام؟ تمام شكرا. مع السلامة. مع السلامة. I couldn't stop thinking of Tariq and what he might be up to. His dilemma was not an enviable one, and no matter what he decided to do, heartache was imminent. But I began to see things differently. Maybe his inner turmoil had nothing to do with the battle between love and honor as I had initially thought, but rather the sudden realization of any adolescent of his own limitations. Federico. Ravi! Have you got my things? Come on, you're overreacting. You can never be too careful. Did you bring my passport? Yeah, passport, money, plane tickets, and some clothes. Oh, thank you. Where will you go? Oh, as far away from here as possible. Okay, good luck, my friend. Yes, you do. And thanks for everything. Okay, come here. Oh, you cannot hug a woman. Ravi, you're not a woman. Oh, yes, you're right. I almost forgot. Right, see you around, right? Inshallah. I laughed at the thought of Ravi going to the airport dressed in woman's clothing. I imagined him being taken aside to the female customs room and searched. And whilst trying to find my way home in the dark, it was then that I was startled by movement along the bridge. At first I thought it was Ravi again, since it was unheard of to see a woman alone at that time of night and without a chaperone. But this woman was different. It was Ines. Alone, waiting on the fourth bridge. I watched as she waited. And waited. And waited. It was a long wait. And the person she was waiting for was nowhere in sight. Tariq remained at home. He decided that maybe his sister was right after all. Centuries-old family honor was too high a price to pay for his own worthless happiness. He had made a mistake. A painful mistake. An unforgettable mistake. All he could do now was pray for forgiveness. But Ines could never accept this fate. Each night, a little before midnight, she would pack her bag and set off towards the fourth bridge where she hoped to meet Tariq. Occasionally, the jovial echoes of a distant wedding party would make her wonder whether the groom was Tariq. But regardless, she kept on walking and kept on hoping. And once she arrived at that bridge, like a ritual, she would wait.
As night passed and the early signs of daybreak appeared, Ines would turn back and head home. But despite each nightly heartache, she knew that one day Tariq would come for her. If not today, then maybe tomorrow. And with this thought in mind, Ines would wake up each morning with a smile, eager to embrace a new day in Old Sana'a.